الدفاع 27 فخر الدين الجزيري واثنين الكابتن بلال الرايفة. وسط الميدان احمد خليل خميس ورقم 5 29 سند الخميسي. ايوب مشارك 19 زوير ذوادي 15 ياسين الشماخي 17 واسامه الدراجي 10. بدايه المباراه النادي الافريقي بالوانه البيضاء والحمراء الشهيره على يمين المتفرجين. وهذه ياسين الشماخي في اول لمس الكره والتماس يرجع لحمزه العقربي. غيابات بارزه تعرفها تشكيله وياسين الشماخي. كرة زوير ذوادي في القائم الثاني وبالراس جول. التسويب غريبة. أحمد خليل ضيع الكرة في هذا الليل. أحمد خليل رايع الارتقاء الممتاز وامامنا لعلي العابدي يتفوق على الحارس شمس الدين الرحماني. وفي النهايه تصويبه احمد خليل خارج الاطار. النادي الافريقي مشاهدينا الكرام في وضعيه القوه الهجوميه من خلال الفرصه الاخيره. 8 دقائق لعب. النادي الافريقي اللي نحو الثنائي النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي ب 26 نقطة. نتابع هذه الكرة لشباب قسنطينة. التوزيع والكرة الفنية. تصويب من عادل جابوت وسيف الشرفي في المكان المناسب. كرة كانت ضعيفة للأمانة. ليست هذه الكرات التي من شأنها أن تغالط سيف الدين الشرفي. خليل لا جديدة يذكر لا قديم وعاد على مستوى النتيجة 0-0 بين الفريقين. محمد لمين عبيد يستنى في الكرة في محور دفاع النادي الافريقي. هذا التوزيع والمتابعة من علي العابدي. العابدي اللي وصل متأخر. مش معقول مش معقول مش معقول. جابوت علي العابدي للأمانة يلزم يرد باله وعنده مدة. علي العابدي دفاعيا ما هوش على أفضل حال. شوف يعني يخلي كرة تبمبي الأولى والثانية ويتسبب في كارثة في دفاع النادي الإفريقي. يعني إصابة إسلام شحرور قلب دفاع قسنطينة يسترجع أنفاسه. طبعا الأندية العربية متواجدة بقوة في هذه البطولة الإفريقية للأندية الأغلى. هذه في التوزيع في نصف ساعة لعب. زوير ذوادي في التوزيع. كرة بالراس شكون والكرة للدليل العابدي. العابدي وتسويب غريبة غريبة عجيبة. والحظ هذا يدور. الحظ يدور ظهره للنادي الافريقي للمرة الثانية. كرة رائعة من علي العابدي. علولو جاب حلولو وجمهور النادي الافريقي بدا يلعب صانع العاب. زوير ذوادي يوزع والكرة عند الحارس شمس الدين الرحماني. هذه الخطورة اللي مطلوب بها النادي الافريقي يحضرها في دفاع نادي شباب قسنطينة. حمزة العقربي يستفيق النادي الافريقي الان مطلع الدقيقة 31 يراوغ بامتياز ايوب ياسين الشماخي دراجي والكرة ما تعديش. بدا النادي الافريقي بالماكينة الدور. الدراجي يقوم بالمخالفة امام محمد ياسين يتو متوسط الميدان الدفاعي. اجواء كبيرة في الملعب الاولمبي بسوسة. الحارس شمس الدين الرحماني امامنا 28 عام في موسم ثاني مع فريقه شباب قسنطينة قادما من مولدية بجاية. حسونا طبعا حسين بن عيادة وترجع الكرة لعلي العابدي. يلا يا علي يا علي والتسويب. ياسين الشماخي مش مصدق نفسه. ياسين التركيز يا ياسين يا شماخي. شوف الكرة هو متسلل الأمانة.
وكرة باليسار خارج الإطار. جمهور النادي الافريقي كالعاده متحدي الاحوال الجويه، يلعب دوره كصانع الالعاب. بنعيدها مرة أخرى، تأويل الكرة في مستوى القائم الثاني بالراس. أوه، كرة الهدف الأول كانت قريبة من شباب قسنطينة على إثر ركنية ثانية متتالية في وقت بدل ضايع قاتل. محمد لمين عبيد هو اللي ارتقى في اللمس الأول للكرة بالراس أو أمامنا، ولكن بالقاسم ضيعها. إذا نهاية الوقت البديل. كذلك مشاهدينا الكرام، أكيد النادي الإفريقي مطالب بتقديم نسخة ثانية أفضل من هذه النسخة. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. الآن الحكم الجابوني يستعد لإعطاء ضربة البداية في الشوط الثاني قد يكون حاسم بين الفريقين. في الأجواء الباردة في مدينة سوسة في تونس بصفة عامة، جماهير تتحدى الأحوال الجوية من جانب النادي الإفريقي وشباب قسنطينة. إذا ضربة البداية لهذا الشوط الثاني 45 دقيقة فقط لفك الارتباط بين الفريقين. كرة للشباب قسنطينة، سيدي علي العامري اللي تمر عليه كل الكرات تقريبا في وسط الميدان. تأويل الكرة من شمس الدين الرحماني، ارتقاء أحمد خليل، متابعة من علي العابدي. سجل 6 أهداف وقبل كذلك 6 أهداف. كرة طويلة أيوب عكسية، هذه الهجمة جزائرية وإمكانية العرضية بالراس والشرفي تار غدار هذه الكرة الجزائرية. رائعة اللقطة كانت ياسين الصالحي في التوزيع. هذا هو ياسين الظهير الايسر بكرة في القائم الثاني، ارتقاء ممتاز لعادل الجابوت والشرفي بالمرصاد. للأمانة أحمد خليل، وهي كرة خاطئة ويسترجعها من جديد أحمد، لكن وحده شنو ينجم يعمل؟ في كل مرة يسقط اللاعب الجزائري. إصابة، هذه ما فيهاش كلام، إصابة على مستوى الأنف تبدو بالفعل، أو على مستوى الفم. إن شاء الله لاباس، صحة الملاعبية قبل كل شيء. كان احتكاك أخير مع أحمد خليل يبدو. لا ما يلزمش يلعب هاليدين المحلولة هذه، للأمانة ديما تتسبب في مشاكل كبيرة. ويعني فمه ينزف دم اللاعب. دينيس لاباني 54 عام الفرنسي، مشوار طويل مع الأندية الفرنسية المصرية والجزائرية والسودانية. قلنا وأنه درب لو هافر، درب الهلال السوداني، درب المغرب الفاسي المغربي، درب كوتون غاروا سبور الكاميروني، درب المنتخب الكاميروني، درب النجم الساحلي، درب باسيا الفرنسي، درب سموحة المصري، الاتحاد السكندري، والحين يدرب في فريق شباب قسنطينة. يعني فريق جهز نفسه للتعامل مع مدرب يعرف أجواء إفريقيا. جماهير النادي الإفريقي، الجماهير الذهبية، تستحق فريق قوي، فريق ينافس على كل الألقاب القارية. النادي الإفريقي حكاية أجيال وأجيال من النجاحات. لا ننسى هو العاشق الأول لدخول التاريخ بلقب أول ولا حد قبله. التغييرات إذا قادمة الآن، ورقة هجومية أكيد في انتظار النادي الإفريقي. المدرب شياب الليلي سيلعب حاليا المجازفة
لانه يلزم يلعبها الكره هذيا تقريبا. هو ليس بمهاجم العمق والمحور، يعدي حمزه العقربي ويوزع جول. الحكم يقول لا، الحكم يقول لا. اوتو شيء، اعطونا الصورة، اعطونا الصورة، خلينا نتأكدوا من عدم شرعية هذه الكرة. 56 دقيقة لعب، النادي الافريقي يسجل هدف والحكم يقول لا. هذه الإعادة ما الذي يحصل؟ على طول الذوادي، يعني ياسين الشماخي هو اللي كان في التسلل. على كل مؤشر إيجابي في أداء النادي الافريقي في هذا الشوط الثاني. هذه جماهير النادي الافريقي الملقبة بالغالية. حمزة العقربي يسترجع تسلل للأمانة. ليش يعني؟ حرام صراحة، يعني ليس تسلل، بالعكس حسين بن عيادة هو اللي كسر التسلل. حسين بن عيادة هو اللي كسر التسلل. إذا ديريك ساسراكو ياخذ مكان في الدقيقة 57. أيوب بن مشارك يغادر، خروج متوسط ميدان، وصول مهاجم صريح دينيس ساسراكو. ذوادي وشماخي ودينيس أو ديريك ساسراكو. فؤاد حداد يفتك له الكرة، زهير ذوادي يوزع، والإمكانية بالمقصية، وحمزة العقربي، والحكم يقول لا، يقول لا، ليست هنالك ضربة جزاء. إريك أرنو أوتوغو للمرة الثانية يقف أمام النادي الأفريقي. هذه كرة من زهير ذوادي، مقصية ساسراكو، وحمزة العقربي كان في المتابعة. الاحتكاك موجود، النية الله أعلم بها. تبقى النتيجة متعادلة سلبيا 0-0 بين الفريقين. ياسين صالح يقوم وكذلك حمزة العقربي. النادي الافريقي افضل اداء حاليا في الميدان. يعود اذا المشهد المباشر، والكرة طويلة من حسين بن عيادة. كرة مرتدة ومقصية، مقصية لمين عبيد وسيف الشرفي. رائع، رشاقة، شطارة ومهارة من سيف الشرفي، لكن لمين عبيد للأمانة ذكاء كبير من المهاجم الجزائري. كرة غدارة، والشرفي يضع الكرة في الركنية. شعللها جمهور النادي الافريقي. كرة زهير مرتدة وابعاد الخطر والهجوم المعاكس فريق الشبيبة. عبد الفتاح بالقاسمي، كرة سريعة لعادل الجابوت. عادل الجابوت، عادل الجابوت، التصويب بجانب الحارس الشرفي. هجوم سريع خاطف لشباب قسنطينة. هذا هو عادل الجابوت السريع بقميصه رقم 11 او شعلها الجمهور الجزائري. كذلك ولعت في الملعب الاولمبي بسوسة. اجواء رائعه للامانه، كل واحد يتمنى يكون في الملعب الاولمبي بسوسة. الكل يعرف مدى عشق الكرة في الجزائر وفي تونس. لفريق الكرة هذه لحمزة العقربي اللي أصبح يساعد في الفريق الجزائري. تركيز مطلوب من لاعبين النادي الافريقي. علي العابدي ضاع علي، تسرع واضح من لاعبين النادي الافريقي،
وهذا لمين عبيد، لمين عبيد الشرفي رائع، يلعب دوره كليبرو في خط الدفاع الضايع للنادي الافريقي. محمد لمين عبيد الخطير، سرعة الهجوم المعاكس، لمين عبيد يمشي على اليمين ولكن ياتو يحافظ على كورته ويتعدى بالقاسمي وكرة ضعيفة. سيف الشرفي بكرة طويلة لديريك ساناسكو، وهذه كرة للشماخي. خليل يعني يتحرك ببطء، ترجع كرة للشماخي. الشماخي يراوغ، يا سلام، وضربة جزاء. هذه بينالتي وما فماش كلام. ضربة جزاء للنادي الافريقي، ضربة جزاء لجمهور النادي الافريقي اللي باقي يغني وباقي يدعم ومش خايف وعارف وانه النادي الافريقي لغاية الدقيقة 90 هذا هو جمهور الغالية وعمره ما ينساه كل عاشق للنادي الافريقي. انفجار بركان في الملعب الاولمبي بسوسة. ياسين الشماخي بمراوغات على طريقة جاير زينو، يراوغ 4 لاعبين جزائريين في مهب الرياح. شوف الفنيات ياسين، روعة في الاداء لياسين الشماخي وكابتن الفريق الجزائري سيدي طبعا علي العامري هو اللي يقطع ياسين الشماخي في وجه لوجه مع شمس الدين الرحماني. شمس الدين الرحماني في مواجهة لياسين الشماخي. تركيز كبير من ولد دباجة المنتقل للنادي الافريقي. ياسين الرائع يتقدم، ياسين امان يا ياسين، امان يا ياسين. جمهور النادي الافريقي يموريني فيه 9 دقائق قبل نهاية المباراة. ياسين الشماخي خرج كرة خارج الشباك، تفلسف فيها برشا ياسين. شوف جمهور النادي الافريقي يرفع من معنوياته. شماخي هذه قوة النادي الافريقي، ساند لاعبيه لغاية الدقيقة 90 وما زال بامكان النادي الافريقي. بالخير يدخل الان تدعيم دفاعي في اختيارات المدرب دينيس لافاني. خروج لعبد الفتاح بالقاسمي. اللاعب رقم 18 امامنا عبد النور بالخير في ثالث موسم ليه مع شباب قسنطينة. كان يلعب 4 مواسم سابقة مع ساورة، لعب الاتحاد البوليدة ولعب في بداية مشواره لمولودية الجزائر. هذا هو عبد النور بالخير. وكذلك الآن بالجيلالي سيكون هو اللاعب اللي اختاره دينيس لافاني للعب في الدقائق الأخيرة. إذن بالجيلالي هو اللاعب اللي قام الآن المدرب الفرنسي بإدخاله في مكان فؤاد حداد. قدور بالجيلالي تكون هذه الكرة بالراس مرتدة وهجوم عكسي شباب القسنطينة. الهجوم السريع طبعا، الكرة على اليمين وإمكانية خطيرة للكرة الجزائرية. المراوغة والتصويب والهدف الأول للفريق القسنطيني. هدف أول من بالخير، الوافد الجديد يفاجأ دفاع النادي الافريقي ويعطي هدف الأسبقية للفريق الجزائري. شباب قسنطينة مشاهدينا الكرام قدم لنا نسخة للأمانة ممتازة، فريق يلعب في كرة جميلة
فريق يعرف كيفاش يلعب الكرة، آمن بحظوظه منذ بداية المباراة، ما كانش دفاعي، ما لعبش بالمرة التفكير الدفاعي فقط، كان دائما يريد استغلال المساحات، يريد إيجاد الثغرات في دفاع النادي الأفريقي، وفعلها دينيس لافاني وتمكن بالخير الاحتياطي من تحقيق هدف جميل. شوف مجهود وحده، راوغ كوسي خذا راحته، أين هو الدفاع؟ أين لاعب الارتكاز خليل؟ أين كل وسط الميدان؟ طبعا باليسار غارد الشرفي، واعطى هدف جميل لشباب قسنطينة. 1-0 إذا للفريق الجزائري. سكوت أكيد رهيب لجماهير النادي الأفريقي. قلنا النادي الأفريقي عنده مشاكل كبيرة. توغو طبعا كاستان يؤشر على انتصار الفريق الجزائري شباب قسنطينة. ألف مبروك للقسنطينيين هذا الانتصار في بداية المشوار خارج الديار، وحظ أوفر للنادي الأفريقي في مهمته القادمة ضد الإسماعيلي المصري في الإسماعيلية. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية في انتظار قادم المواعيد الكروية.